عسلامة ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم باش نعملوا رز بالسمك على طريقتي. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات بالضبط. حضرت السمك، غسلته وحطيت 2 كيسين رز بسمتي، وحطيت شوية البهارات الصحيحة، وبالطبيعة البصل والثوم باش نتبلوا بيه السمك. لهنا قصيت البصل ترونشات صغيرة وخليته باش نقلوه ونعملوا بيه الرز البسمتي. وبعدين مشيت باش نتبل السمك متاعنا. حطيت فلفل أسود وشوية كمون، وحطيت الثوم وشوية زيت زيتونة وشوية معدنوس وشوية فلفل مهروش، ودهنت بيهم الحوتات الكل مع بعضهم. بعد ما جهزت السمك متاعنا، نكون في الوقت هذا مجهزة الفرن على درجة حرارة 180، ومن بعد نحطهم لمدة 20 دقيقة أو 15 دقيقة، لأن الحوت بالطبيعة ما ياخذش برشا وقت. ضفت عليهم ترونشات ليمون، خطر الليمون يعطي بنة للسمك متاعنا بنينة برشا. وبعد مشينا لمرحلة الرز المندي، قليت البصل في الزيت، وبعد ما تقلى نضيف عليهم البهارات الصحيحة يتقليوا مع بعضهم. حطيت معاهم 3 فصوص ثوم بقشورهم، زادة يعطوا طعم للرز مزيان. وبعد ما تقليوا شوية نضيف عليهم الرز لمدة دقيقة، نحرك المكونات الكل مع بعضهم، ونزيد 3 كيسين ما يكون سخون مغلي. توا باش نحطوا بهارات الرز، حطيت شوية ملح، ومن بعد باش نحط شوية فلفل أسود، وباش نحط بهارات المندي. نخلط المكونات الكل مع بعضهم، ومن بعد نستنيه لمدة 10 دقايق لين ما الماء ينشف. وفي الوقت هذاك نمشوا نشوفوا السمكات، ما نحكي لكمش على الريحة والبنة. من بعد 10 دقايق مشيت حطيت الزبدة بعد ما نشف الماء، نغطي عليه ونخليه درجة حرارة ضعيفة على الآخر، ونستناه لين ما يطيب. وهذه كانت النتيجة، كل كعبة وحدها ما شاء الله. شوفوا كيف الرز متاعنا حبة حبة، ما نحكي لكمش على الريحة والبنة. جربوها، سهلة برشا وباش تعجبكم إن شاء الله. تكون عجبتكم وصفة اليوم، وما تنسيوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديدي. وشكرا.